تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض السمك البلطي كده بطريقة تحفة. ازاي بقى؟ هوريكم ازاي يطلع لونه فاتح كده وفي نفس الوقت مقرمش وطعمه تحفة. هوريكم التتبيلة، نعمل تتبيلة خطيرة، وازاي برضو رز الصيادية يطلع معانا باللون التحفة ده. يلا بينا اوريكم عملت ازاي. انا هنا هجيب ايه؟ اول حاجة هنعمل التتبيلة. هجيب معلقتين كبار من الثوم، عليهم ليمونتين، يعني ايه على حسب بقى الليمونة، ممكن ليمونتين تلاتة لو الليمون صغير. وحطيت فلفل رومي وفلفل سبايسي وفلفل احمر. انا عشان كان عندي الفلفل الاحمر حطيته، انت مش عندك يعني مش شرط. تمام، انا عشان كان موجود عندي. خلاص هنحط بقى كده في الكبة، وهنجيب بقى البهارات بتاعتنا. طبعا ايه دي تتبيلة فلازم تبقى حادقة شوية، فهحط معلقتين من الملح، وكل اللي جاي بقى معالق صغيرة. هي الملح اللي هياخد معلقتين بس. خلاص هحط بقى معلقة بهارات سمك، فلفل اسود، كمون، كزبرة. بس ما حطيتش اكتر من كده. ونضرب بقى كل الكلام ده حلو مع بعضه كده. دي كانت بهارات السمك. نضرب بقى كل الكلام ده حلو. لما تحس ان هو خلاص داب كده واختلط، هنحط معلقتين تلاتة من الزيت كده، ونديله ضربة كمان بسيطة، يعني ما نكترش، هي ضربة خفيفة كده وخلاص. ونحط بقى، تلاقي التتبيلة معاكي تحفة زي ما انت شايفاها كده. بجد روعة. ممكن تشيلي منها بقى هنا، لان طبعا انا مش هاخد كل الكمية دي. انا بحب اعمل بقى كمية كبيرة كده واشيلها في برطمان كده لمرة تانية، بتبقى حلوة وبتقعد معانا. خلاص، طبعا غسلت السمك حلو قوي زي ما انتوا شايفينه، خليته زي القشطة كده. وطبعا صفيته. لازم نصفي السمك عشان ما يديكيش اي طعم زفارة او حاجة، لازم تصفيه حلو قوي. ونتبله بقى كده بالتتبيلة اللي احنا عاملينها. التتبيلة دي تحفة، هتعجبكم جدا. تبلي بقى حلو كده من جوه. لازم بطن السمكية من جوه تبقى متبلة حلوة قوي، وبالذات عند الراس لان بتدي زفارة شوية، فلازم تتبلي حلوة قوي كده زي ما انت شايفة من بره ومن جوه. بصوا ما تسيبوش حتة في السمك ما يطولهاش تتبيله. خلاص هنتبل بقى كل الكمية اللي معانا كده، وندخلها بقى التلاجة ساعة كده، يعني اقل من ساعة، قبل ما نعمل مثلا الرز والسلطة نبدأ نحمر. خلاص جبت طبعا حلة وحطيت فيها بصلتين كده عشان نعمل رز الصيادية، وهنزل عليهم بمعلقة من الملح. خلاص ونقلب بقى الكلام ده حلو اوي. هنسيبها بقى لغاية اما تاخد اللون ده. بصوا اللون ده يبقى هيطلع معاكي الرز ذهبي. تمام، لا انا عايزاه غامق شوية. فهتسيبيه بقى لغاية اما ياخد اللون ده، وبعدين تنزلي بمقدار المية. يعني لو هتعملي كوبايتين من الرز تنزلي بكوبايتين ونص من المية. خلاص هيغلي بقى كده، وحطينا طبعا الملح والكمون. خلاص هنسيبها بقى اول ما تغلي كده عشان يطلع معاكي الرز غامق زي ما انتي شفتيه كده. هي دي الطريقة. وبعدين ننزل بالرز بقى. خلاص ونوطي بقى ونغطي النار. خلاص كده هنسيبها بقى لغاية هنا. بصوا حسيت ان عايزة سنة مية فحطيت، يعني هما كانوا كوبايتين من الرز، خدوا يعتبر تلاتة مية بالظبط كده، عشان انا الرز بتاعي تقريبا بياخد سوا شوية. هنغطي بقى ونسيبها لما تتشرب كده اهو. بص اتشربت المية. هنقلب بقى كده ونحط شياطة. بص لونه تحفة بجد، لونه روعة. هنحط بقى شياطة كده ونغطي ونسيبه بقى يكمل سواه تماما، مش هياخد اكتر من 7 دقايق. هنجيب بقى بولة كده نحط فيها ايه معلقتين، يعني قولي كوباية دقيق على معلقة نشا. وهنحط زي ما انت شفتي ملح وايه. ودي كانت بودرة الزعفران عشان تديلا لون اصفر كده وتحفة. دي التلحيسة اللي هم بتوع مطاعم السمك بيعملوها عشان يطلع السمك معاكي لونه فاتح كده وطعمه مقرمش. هي الخلطة اللي انا بقولك عليها دي. هتجيبي كوباية دقيق، عليها معلقة كبيرة من النشا، عليها بودرة زعفران ورشة ملح بسيطة، وتقلبي بقى بالمية لغاية اما تديكي ايه اللون اللي انت شفتيه ده. خلاص ده بقى دقيق ونشا عادي، يعني ده الدقيق اللي احنا بنعمل بيه السمك. عليه طبعا معلقتين كبار من النشا. وندخل بقى الدقيق كده جوه البطن كده، ونغلف السمكية حلوة قوي بالدقيق. لازم السمكية تبقى ايه متغلفة حلوة قوي بالدقيق. بس في نفس الوقت بعد ما يعني بعد ما نغلفها حلو بالدقيق، ننفض طبعا الدقيق الزيادة. بصوا انا هنا غلفتها حلو قوي. هنفض بقى اي دقيق زيادة هينزل من عليها.
وبعدين يعني بعد ما اعمل الكمية كلها اروح جايبة بقى ايه شوكة كده عشان ايديكي ما تبصمش يطلع معاكي تحفة. هننزل بقى في التلحيسة اللي احنا عاملينها دي وعلى الزيت على طول بجد، يعني جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. نقول التلحيسة دي مع بعض تاني: كوباية دقيق، عليهم معلقتين من النشا، عليهم رش يعني نص معلقة كده من بودرة الزعفران، ورشة ملح، وايه وحوالي لتر من المية كده، ونقلبها حلوة قوي لغاية اما تدينا القوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعد طبعا لما بهرنا الدقيق حلو، يعني بهرنا السمكة في الدقيق، هننزل بيها في التلحيسة وبعدين على النار. انا هنا ما جيتش جنب السمك، يعني بعد ما حطيته سبته حوالي 7 8 دقايق كده، وهقلب على الناحية التانية. هيكون خد لون كده من تحت، الكلام ده بعد ايه 7 8 دقايق كده. هيكون خد لون طبعا من الجنب التاني، هروح قلبيه وهسيبه بقى لغاية اما يستوي، يعني ياخد اللون كده من كل الناحية. هتلاقيه استوى معاكي وبقى زي الفل. وهنا بقى الرز كنت بوريهولكوا كان مفلفل وطعمه تحفة. بجد جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. والتتبيلة كان يعني السمك كان داخل فيه التتبيلة تحفة.